ما دام انت شايف ان محمد النني ما كانش ينفع للمنتخب، ايه المانع انك كنت تقول رايك زي ما كنت بتنتقد محمد صلاح؟ كابتن حسام حسن خطر على بالي سؤال، وطبعا ما دام جبنا سيره حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لازم يكون معايا كوبايه شاي زي دي. كابتن حسام كنت دائما على السوشيال ميديا والبرامج الرياضيه تنتقد محمد صلاح، دائما تنتقد محمد صلاح، ولكن ما كنتش تجيب سيره لمحمد النني. مع توليك منتخب مصر اول حد تشيله عن المنتخب او تبعده عن المنتخب هو محمد النني. ليه ما كنتش بتتكلم على محمد النني في البرامج الرياضية؟ هل هو كان دهاء مدربين ولا ايه بالظبط؟ ولكن اكيد في حاجة في نفس يعقوب، دائما تنتقد محمد صلاح، في انتقاد بناء طبعا، وانا متأكد من كده انه كان انتقاد بناء، ولكن ما كنتش تتكلم على محمد النني حتى ربع محمد صلاح. مع اني رايك ده انه المفروض يكون لصالح المنتخب المصري. ما دام انت شايف ان محمد النني ما كانش ينفع للمنتخب، ايه المانع انك كنت تقول رايك زي ما كنت بتنتقد محمد صلاح؟ طبعا انا هترك الاجابه للساده المشاهدين. خلينا في كابتن حلمي طولان بيقول ما فيش حد يستاهل يدرب المنتخب الوطني ويكون مصري. في نفس الوقت كابتن حلمي طولان بيقول لك فيتوريا ظهر بأداء مخيب للآمال في البطولة الأفريقية. كلامه متناقض مع رأيه. لما فيتوريا اللي هو الأجنبي في النهاية مخيب للآمال، يبقى مفيش بديل عن المدير الفني الوطني وهو حسام حسن. أما سؤالي لكابتن حسام حسن فهو طبعا دهاء مني، وبسأله هل ما كنتش بتتكلم على محمد النني دهاء مدربين منك ولا إيه بالظبط؟ باي باي.